مساء الخير وتحية لكم مشاهدينا ومستمعينا وين ما كنتوا عم بتتابعونا عبر تلفزيون وإذاعة أغاني. مثل ما وعدناكم رح بنكون على الموعد الساعة 5 مع جديد النجم العربي نصيف زيتون، وما في أحلى من إنه نجوم شباب يشقوا طريقهم بنجاح. ثالث ألبوم عم يرسخ فيه نجوميته، نجم الغناء العربي لعام 2018، عم بيكون بكل الدول العربية نجم الحفلات وجمهوره منتشر حول العالم العربي وبالاغتراب. النجاح بيكون حليف الأشخاص الصادقين الموهوبين يلي بيشتغلوا بجد وبجدية، بياخدوا العمل وأكيد بيحترموا جمهورهم وبيحترموا ذكاء المستمع. فما في أحلى من أنه جيل الشباب يقدم أغنيات الكبار وكبار الفنانين يستمعوا لها ويشيدوا فيها ويشيدوا باختياراته لبل حتى يصير أيضا هو الموضة اليوم والمثال اللي بيتبعوا فيه أغنياته، وشفنا أمثلة عديدة. ولكن بيبقى هو النجم العربي نصيف زيتون. أهلا وسهلا فيك باستديوهات أغاني. هلا فيك خليك. هون من الأمل لك ولكل اللي عم يشوفونا وعم يسمعونا. هيدي حقيقة، هيدا اللي عم تحكي. ميرسي، شو بدي لك؟ هيدي حقيقة وبتحكي دائما بأصلك انت حبيب القلب انت يعني انا ما كثير بعرف رد على المديح، بس يكون مديح بمحبة وبحسه بس يكون عن جد عم بحسه من قلبي انه يعني واصل من حدا محب، فانا بتشكرك. بتحس انا بس هيدي الحقيقه. اليوم انت عم بتحس بهيدا النجاح يعني، الحمد لله، وهالنجاح بحملك مسؤوليه اكبر وكرمال الله. يعني اول اغنيه اليوم عم نسمعها اللي انطلقت على كل البلاتفورمز الغنائيه وعم ننطلق عبر اذاعه وتلفزيون اغاني. كرمال الله هالاغنيه هي كلمات عادل رفول، الحان وسيم بستاني، وتوزيع جيمي حداد. ليش نقيتها؟ تكلم الاول مشان ما رح بين متلبك شوي يعني اليوم، لانه اليوم انا عن جد خايف من يعني بلشنا بالجد. اليوم تعتبر اول خطوه جديه هلا بالنسبه لي، بالنسبه للالبوم، اول غنيه بالالبوم الجديد. انا هي هذا الخوف من بيقولوا هيك من رده فعل العالم. انا صدقا طولت عليهم وبتمنى يكون شو بيقولوا يعني هالفتره اللي طولتها تكون هالاغاني هيك اقدر انا اوفي لهم حقهم بالانتظار ان شاء الله يا رب. شوي بتخوف اذا البدايه هيك بهيك غنيه حلوه يعني بقول الله يستر يعني كرمال الله شو محضرنا بعد. ليش قررت اليوم هالاغنيه بالذات تكون هي اول اغنيه من البومك المنتظر اللي ناطرينه الملايين؟ يعني اذا بس بقول اليوم المنشنز على انستغرام، مجرد ما مزحت امبارح عم بحط تويتر انا يعني ما انتبهت، طلعت هيك اللي لقيت جيش وفود الملايين. كرمال الله شو عم بتقول لهم فيها؟ هلا بصراحه بدك اكون صريح، الالبوم بضم ما بعرف قديش الاغاني اللي بضم فيها، لنكون صريحين ما في رقم. صار وقت لازم ننزل، انا خالصين والماركتينج بلان هيك بتقول انه لازم هلا ننزل بغنيه. نقينا كرمال الله بصراحه لكون صريح معك في عدة احتمالات عنا، شفناها الخيار الأنسب إنه ننزل فيه بيت وبترقص، إنه مبدئيا هلا أول خيار لأننا متركين عدة احتمالات لبعدين. هلا أول غنية بننزل فيها. هلا الألبوم الثاني كان اسمه طول اليوم. هلا الألبوم الثالث طول الصيف، طول السنة، شو رح بيكون اسم الألبوم الثالث بصراحة بدك احكي بصراحة ما له اسم، العالم بدها تنقي اسمه. يعني احنا هلا طريقه الريليس للالبوم خلينا نقول هي فعليا ما عادش في البوم اكزاكتلي. انت من الاوائل اللي استغنيت عن طباعه، ما عاد في دليل على ذلك، ما عادش في سي دي. انا عم نزل دائما الالبوم الماضي ديجيتال وهلا نازلين ديجيتال، بس هالمره تاركين الخيار للعالم. هلا يعني خلينا نقول بالايام المقبله والاسابيع الجاي ببين معهم كيف نحن بنقول لهم انه كيف راح يكون طريقه اسم الالبوم، هن راح ينقوه يعني لانه بده يكون في تفاعل بيني وبين العالم. هالمره ما راح نقي انا. هيدي الاستراتيجيه التسويقيه الجديده اللي عم تتبعها مع اداره عملك ميوزك از ماي لايف. الالبوم يعني هيدي جرأه كمان اليوم عم تعطي الحق للمستمع ولجمهورك هن ينقوا. هيك عم بعطي الحق للمستمع وعم بعطي الحق اذا بدك كمان الاغاني. يعني أنا بالنسبة لي أنا كنصيف تسألني، أنا كل غنية ألبوم بالنسبة لي، لأنه الأغاني منقيهم صار لي 2.5 سنين وعم نشتغل عليهم، ومريت بعدة ظروف أنا وعم عم نفذ هذا العمل اللي هو هلا عم بلش أطرحه للعالم. أنا بحب أعطي حقه وخلي العالم، بما أني أنا أعطيت حقه خلينا نقول غنيته واشتغلت عليه، بدي العالم هي كمان تشاركني وتنقي اسم الألبوم هي.
هلا كيف بنقول لهم بعد يعني حدا عم بيتابعوا اكيد كل الله. السوشيال ميديا بلاتفورمز الخاصه بنصيب زيتون، ان كان على انستغرام ان كان على تويتر. كمان فيكم تشوفوا الخطوات الجديده بالتسويق بعالم الغناء. انت من الاوائل الفنانين اللي استغنوا عن طباعه الالبومات ورحت على العالم الافتراضي. نصيف بوقتها العالم خلينا نقول المفروض علينا هلا اللي احنا عايشين فيه. يعني قد ايه كانت جرأة قوية؟ ما خلص انا زلمه اب تو ديت، انا زلمه بمشي مع الوقت. هلا نحن 2019 بدي امشي مع ما يتجارى مع 2019. ما فيني اكون عايش بال 2019 ولساتني عم بشتغل على 2000. خلص هلا متطلبات المعيشه هلا ومتطلبات العمل بدي اكون انا مسيطر على الامور اللي فرضتها علي خلينا نقول الحقبه اللي عايش فيها والزمن اللي عايش فيه. هلا عصر الديجيتال والسوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي والبلاتفورمز تبع الستريمينج وعصر الارقام كمان. ما شاء الله عليك 100 مليون مشاهده للالبوم الثاني. الحمد قد ايه هيدا الرقم بيعني لك وبحفزك انه اليوم بالالبوم الثالث والله بدي اكسر بعد ارقام؟ والله متخوف عم بقول لك. بضلني انا من امبارح لليوم مش كثير عم بعرف نام لانه في قلق على طول قبل اصدار اي اغنيه. وصدقا ما انا حقك لانه جمهورك كبير. يعني مصيري بحس دائما معلق مصيري بنجاح الشغل اللي انا عم بعمله. لانه عم بقول لك انا صار لي سنتين عم بزرع فيهم صراحه، سنتين ونص. من شو بخاف الفنان؟ بخاف انه ما يقدر الجمهور تعبه، او انه في اغاني بيكون حاطط عليها امال بخاف انه ما تاخذ حقها؟ انا ما بدي افشل. انا دائما بدور انه دائما حاط تارجت براسي انه انا ضد الفشل. انا ما بدي افشل، ما راح افشل. بضل بشتغل على حالي ما افشل. لكن العالم ما بتعطي حق للاغاني. ما بدي اقول هيك، بالعكس العالم نحن بالاخير عم نطرح حالنا للعالم. بس هيك بخاف يخيب املي يعني. انا لانه متامل. انا هذا الشغل انا بحياتي ما عندي شيء غير شغلي. ما عندي ما يعني بكل شيء بحياتي مركز على الشغل. ما بحب الخذلان هيك انه ينخذل هيك يصير معي. بس انه متامل خير. بس دائما في تخوف لانه في مسؤوليه. العالم ناطره. العالم ناطره وناطره تشوف مع مين تعاملتوا، كم اغنيه محضر لليوم، لانه بعد فعليا نحن عم نحكي عن البوم. بس هذا الالبوم كيف وليش ووين، كم اغنيه رح بيضم شكلها كم اغنيه ليك العالم كمان بدها تقرر. بدي اشوف قديش بيستوعب قديش بيقدروا يستحملوا. لانه انا عامل كثير صراحه لنكون كثير صريحين. كثير في اغاني ما بدي لك رقم بس فوق 12. فيني اقول لك شغله، انا بالوسط يعني مش انا بقول لك من الاصدقاء اللي سمعوا الالبوم يعني قبل ما ينزل صراحه ومش مجامله. في عندي راي صحفيه بعزها وبحترمها هنادي عيسى، وعندي كمان كارول مارون، وعندي اللي هن اصدقاء هون بالمحيط. في اقول لك بس بكل صدق شو قالوا لي. انا اللي سمعته اليوم انه هال 16 اغنيه في 16 هيت. انت قلت انا هيدا اللي انا عم اقوله نقلا عن اللي سمعوا الالبوم. انا صدقا في اكثر من 16. لا قالوا انتم سامعينه 16. انتم سامعينه 16 قالوا لي ترند جديده. قالوا لي في ترند جديد. يعني انت اليوم عملت ترند بالالبومين اللي عملتهم، بالاخص بالالبوم الثاني عملت نقله نوعيه. صاروا انا خلينا نقول نقله نوعيه بالنسبه لي. انا بلشت هيك قلب على سكه انه بتشبهني خلص. الموسيقى تبعي عم بشتغل. هلا هذا الالبوم 100% نصيب زيتون. يعني انا ما اخذت ولا غنيه فعليا مع الدارج. غلطت يعني. مريت بمراحل بالالبوم الاول في اغاني نقيتها مع انه مع المود الدارج، وبالثاني كمان مثل ما بدي اذكر. بس هلا تشيلهم يعني ما بحب شيلهم. لا بالعكس هول علموني. تعلمت لو وصلت لهون للثالث، وان شاء الله بالرابع بعد في اخطاء انا بتلافاها. بتعرف ما المشكله انه كل ما تسمع الشغل تبعك اول مره بتنبسط، ثاني مره بتنبسط، ثالث رابع عاشر 15 مره بتبلش بال20 بتلاقي في اغلاط. بتدور على اغلاط. حلو تصير انت فعليا تلاقي تدور على اغلاط وتحطها نوتس للشغل اللي بعده. شو هالجرأة؟ حدا عم بيحكي انه عم بيراجع شو عم بيقطع فيه وعم بيكتشف في بعض الاغلاط. يعني اكيد ما حدا ما بيغلط، وانا انسان. بس الناس ما شايفوا الاغلاط يا اخي. الناس ما هو دائما بالحياه حسب كل انسان قديش حابب يوصل لدرجه من الكمال. ما حدا بيقدر يوصل لها، بس انه نكون نحن اقرب ما يمكن للي في اغلاط كثيره. اهل المصلحه واهل هي عم بحكيك بالالبومات الماضيه في محلات. انا انسان مبتدئ كنت. تخرجت من بروجرام ما عندي ولا غنيه برصيدي وبلشت اطرح اغاني بالسوق. اكيد في بطريقه المغنى، اكيد بطريقه خلينا نقول الخيارات انه بس
بالاخير بيوصلوك لليوم اللي هو انا هذا الشيء اليوم فخور فيه كثير، وان شاء الله يا رب يحبوا العالم ومتامل فيه كثير. نحن متقابلين لانه بقول لك بتنشط الساحه، الفنان عامه بيشتغل وبيتعب كرمال جمهوره، بس حد على الصعيد الاعلامي برجع بقول لك شغله نصيف. ليش اليوم نحن بنعمل قيمه لكل شخص عن جد بيعطي من قلبه؟ اليوم استديوهات كل اغاني اللي هي ما قبل الافتتاح، يعني انت اليوم عملت الافتتاح الرسمي قبل اوانه كرمالك، لانه هول الاشخاص اللي نحن بدنا اياهم ينشطوا الساحه الفنيه باغنيتهم وحتى بجمهورهم. وشكم خير علي دائما، فبشرفني دائما. شو بتتجنب اليوم باختياراتك بدون ما نروح على اسامي الاغنيات؟ يعني شو هن المواصفات يمكن بالاغنيه اللي ما بقى بتشدك بتقول هيدي ما بحب؟ لا انا هلا خياراتي بتشبهني، بتشبه حتى بتشبه الكاركتر تبعي، بتشبه حتى الذوق تبعي، يعني انه ما عندي كلمات جارحه، انا ضد الكلام الجارح بالاغاني. الكلمه اللي انه بتقول لك هي هوك الكلمه، بس انه او حتى بتلقط بس انه ما بدك تحافظ على المينيموم. بيسمعوا بكره العالم وبيقرروا وبيعرفوا صدقا. مع مين تعمل ليك حاطط ورقه مشان ما انسى الاسماء، لانه هون الاساتذه مفضلين علي وعاملين معي شغل كثير، وانا لازم ما انسى حدا. هلا على التوزيع لبلش لك، لانه قال اثنين بالتوزيع بين عمر صباغ وجيمي حداد. خلصنا من موضوع التوزيع، حددتهم باثنين عمر صباغ وجيمي حداد. الالبوم كله شغل عمر صباغ وجيمي حداد، بوجه لهم تحيه، اشتغلوا من البوم معي. في عندي بين الاستاذ كلهم طبعا مع حفظ الالقاب، بين سليم سلامه، وسيم بستاني، عمر الخير، علي حسون، محمد بشار، محمد يحيى، فضل سليمان. عندي فضل سليمان 5 اغاني. في عندي الملحن ادهم، وفي عندي بين الكتاب بين فادي ابو خليل، عامر لوند، عادل رفول، ضياء عشا، فادي مرجان، عمر ساري، محمد يحيى، حياة اسبر، علي المولى، مازن ظاهر، وعادل رفول قلنا، عدنان الامير، وايفان نصوح، ولسه بعد في غنية ان شاء الله يا رب من امين محروس. نوع بالشعراء، يعني اليوم في ما في مش حدد حالك بشاعر واحد او بشاعر وحده، في تنويع كبير واضح من الاسماء. انا اليوم بالاغاني هيك الله وفقنا مع الاساتذه، بتشكرون ان شاء الله يا رب هيك يرضوا على النتيجه. هن كمان الموسيقيه اللي الفاينل، لانه كمان هن لهم بصمتهم ولهم قيمتهم ولهم حقوقهم الفكريه، هذا شغل بالاخير لهم. فانا ان شاء الله هيك يكون كمان قد الساعه اللي اعطوني اياه، اعطوني اغاني كثير حلوين، ان شاء الله العالم بكره بتحكم باذن الله. كيف رح يحكموا؟ كيف رح بيتم اطلاق الاغاني المتبقيه بالالبوم؟ هلا اليوم رح نطلق نحن شو طماعين اغنيه، مش انه بدنا نخلص كرمال الله. ليك صراحه ما كثير فيني احكي، لكون كثير صريح، ما فيني احكي لك على الاسلوب الطرح. فيني اقول لك انه ان شاء الله يا رب من هون لنهايه شهر 4 بعد في غنيتين 3 تقريبا. سو حيكونوا موزعين الاغاني، نشوف كيف طريقه الريليس مع ميوزك از ماي لايف. وفيديو كليب في شيء تصور حيتصور؟ لا هل بقدر اقول لك هيك، فيديو كليب مرحله ثانيه. المزيد من الاسئله واكيد رح نتابع مباشره بعد. هلا ارتاح نصيف رح يعطيكم كل الاجوبه كيف وليش بعد اول بريك عبر اذاعه وتلفزيون اغاني حنتابع مع كرمال الله جديد اول اغنيه من البوم نصيف زيتون اللي بعد ما حدد اسمه. انتم فيكم اكيد تحددوا اسمه وتشاركوا وتابعوا نصيف عبر كل السوشيال ميديا بلاتفورمز. فاصل وبنرجع لكم. فيك خذ راحتك وافتح اللي بدك فيك تشيك، لانه هيك بعيش اليوم. عم نسجل لحظات اللي هي الاولى يعني لاطلاق النجم اغنيته، يعني بتشوفوا قديش بيبقى قاعد على اعصابه، التليفون بايده، فريق العمل كله نجاح. هيك بتحس الفريق العمل واحد من ميوزك از ماي لايف قاعدين هيك على قلبهم وناطرين. انا بدي اتشكرهم فردا كل اكيب ميوزك از ماي لايف، لانه انا ماني من الاشخاص اللي هيك خلينا نقول التعامل معه كثير سهل. ايام بيكرهوني، ايام بيحبوني، ايام بيزعلوا مني، ايام بيضايقوني. انا كثير شوي هيك مودي بالشغل بكل صراحه. هلا بكون متجرد جدا. فانا بشكرهم من قلبي، لانه مثل ما انا بقاسي من النطره وهيك بتضايق من النطره، انا كمان ايام بقاسوا من طبعا تقلبات المزاج تبعي، بيكون مبسوط، زعلان، متحمس. فانا بتشكرهم من قلبي لكل العاملين، لانه عن جد اشتغلوا من قلبهم. ان شاء الله هيك نشوف الخير كلنا. بعتبر انا نجاحنا كلنا سوا، هن ولا انا واحد. خليني شوي الكاريزما على جنب، الصوت الجميل على جنب. شو اللي بيصبرهم غير هول الاثنين؟ يعني شو اللي بيخليهم يبقوا؟ لا قلبي طيب، انا قلبي طيب. هي العفويه ماني عاطل. لانه بشوفوا بيضحكوا، بتقعد معه وتمازحهم مثل الاخوه وتكونوا مع بعض عائله كبيره. أكيد. بتعرف نصيف مؤخرا عم نشوف كثير في اصدارات، وكل حدا عم بيتبع استراتيجيه جديده وطريقه تسويق جديد، ولكن مش الكل عم بتصيب معه، مش الكل عم بيلاقي هيدا التفاعل مع الجمهور. ولكن اليوم عم شوف بمراقبه بسيطه يعني من اخر ألبوم لليوم
طريقه تسويقك وطريقه ترويجك للالبوم عم بتلاقي اعجاب كتير كبير وتفاعل كتير كبير مع الجمهور، مش تفاعل بالارقام بس، يعني عم بتفوت المليون شخص تقريبا عم بيتفاعلوا معك. شو السبب؟ بدك صراحه ليك بالاخير انا اولا واخيرا انا بدي احكي بصراحه، انا المغني تبع هذا العمل فقط لا غير، والله بس بتحط صوتك. فانا دائما بحس انه لازم كل شخص بالعمل ياخذ حقه. الماركتينج شغل ميوزك از ماي لايف والتيم تبع ميوزك از ماي لايف، لانه بيشتغلوا من قلبهم، بيحبوني لالي، عم يشتغلوا كمان من قلبهم، بيحبوا شغلهم. فموضوع نجاح خلينا نقول طريقه الريليس ولا كيف عم نعمل ريس لاغنيه بترجع لميوزك از ماي لايف وكل التيم التابع لها. يعني انا كنصيف زيتون بسع يعني بحط كل ثقتي معهم والحلو فيني انه يمكن بقول لك عم بتعامل مع اشخاص كثير محترفين واضح هذا الشيء، فالحمد لله. وهن عم يتعاملوا مع صوت جدا جميل، وكمان شباك كل واحد بيعرف محله، كل واحد بيعرف محله طبعا. الحلو فينا كل واحد بيعرف محله، قادرين بعض بهذه الطريقه. أكيد. انت يعني من الخطوات السابقه قلت بدك اليوم تواكب عصرك، هذه حلوه. انه سمعتوا وعيد اكيد. ايه تحملوا مني انه شلون كيف قطعت هيدي منيحه. تحية أكيد لفريق العمل والرقم، بعرف بعدهم بيتزايد على يوتيوب ليريك فيديو. أنت من الأوائل اللي اعتمدوا هيدي الاستراتيجي مع إدارة ميوزك از ماي لايف. كمان كان عندك الابلكيشن الخاصة فيك. اليوم خبرني عن هالابلكيشن، الأغاني كمان موجودة. عملت ريليس هلا من خلينا نقول من 3 أيام مع MTN بسوريا للابلكيشن. مشروع الابلكيشن كبير ليك بده يضل في شغل، هذا ما بيخلص، هذا مثل نهر وماشي. فهلا نزلنا خلينا نقول الغنية عليه. الابلكيشن قد بدي خبرك ما بخلص، لانه مشروع من الاغاني، من صور، من فيديوز، من كونتنت، من حتى كاراوكي، في كثير افكار عم تنزل عليه، في تفاعل حتى عم بعمل بلاتفورم للتشات لنحكي مع المحبين دايركت لنشوف. بس لساتها طور خلينا نقول النمو ممتازه، بس لسه بعد عم نكبرها اكثر. وهيدي يمكن طريقه جديده تارشف فيها كل اغانيك وكل اعمالك. لا بده يكون بالاخير عندي انا منصه لإلي بملكها، هي ابلكيشن نصيف زيتون. الارقام مثل ما العاده اكيد عم نحكي عنها وبتزايد. حكيت عن الاعلان الترويجي للالبوم، اذا بتلاقي انه فعلا هي فكره جديده، ومثل ما بقول لك بصراحه يعني اللي بيسمع الكلام بيقول رسائل ضمن رساله طويله. ما أنها كثير طويله، بس انه بالاخير بتقول لك كل غالي على قلبي راح نصيف الياس زيتون. اكيد. الله يرحم الوالد الياس زيتون، بقي نصيف زيتون. شو وعدك له اليوم بهذا الالبوم؟ شو بوعده؟ بوعده دائما نكون مثل ما رباني ومثل ما انا طلعنا من عنده من البيت. شافني حدا ناجح، بلشت انجح، كنت بتمنى يكون معي اكثر يعني ليك هذا الموضوع، هذا الشيء الوحيد اللي بدك بكل موضوع الالبوم المزعج، انه انا الوالد منه موجود، بس انه الحمد لله. هيك الدنيا، شو بدنا نعمل لك، ما بعرف كثير احكي. هيك هي الدنيا، هي الحياه. بوعده ان شاء الله يا رب ضلني مثل ما انا واخواتي كمان نضل مثل هيك مع بعض مثل ما ربانا. الله يطول بعمر امي. اليوم عيد الام، الا ينعاد عليكي ويخلي لك بصحتك، اهم شيء تضلي بصحتك وبعافيتك وتضلي منوريتنا. بالاخير ما بيروح كل شيء وما بيضل غير العيله. العائله هي الاولويه. مثل ما انا بكل فخر نصيف الياس زيتون، وهيدي قلتها بكل فخر اكيد. اليوم الموسيقى والعمل بخلي الواحد اذا بدك هيك ببلسم جروحه بالاغاني، لما يفوت على الاستوديو بيعطيك تفصل شوي بين الحقيقه وبين عالم الغناء، بخليك تبعد شوي عن الحقيقه ومرارتها ببعض الاحيان. الشغل بلهي بالحياه. انا يمكن هذا الموضوع شوي الشغل هيك ساعدني ما اتخطاه، بس انه ما فوت بترب الزعل القاسي. شغلي شوي طلعني، بس بيضل الانسان بس يحط راسه على مخده بالاخير، بس طبعا اكيد بيرجع. بس الموسيقى بتتغير الحياه او بتغير بعدين، بذكر فيها كثير قصص يعني بقلب الموسيقى.
انا مسمعه الالبوم قبل ما مسمع الالبوم قبل ما نبلش بالاغاني، فهيك بصير بتذكر اي اللي اكثر شيء حبها. وكرمال الله شو قال لك عليها بتذكر او حلوه. بس بيي بحب كلام معين، بكره بتنزل وبقول عنها اي بتقول واحد عنها يعني. كمان. اليوم الحياة بتغير أكيد، أو الإنسان بيتغير لما بيفقد حدا عزيز على قلبه. شو بيتغير فيك؟ شو اللي تغير فيك بهيدي الفترة من بعدها؟ شو حسيت؟ حسيت كبرت؟ حسيت زادت المسؤولية أو حسيت اول شيء حسيت بالزعل الحقيقي لاول مره بحياتي. هذا بنبلش من هون. بعدين تحس حالك انه انت خلص صرت هلا العالم بتصير تقول لك انه انت هلا هيدا الشيء السيء. صح. هيدا اسوء شيء، اسوء كلمه بصير الواحد يسمعها، انه انت لانه دائما بنظرك انت عندك الرجال شخص واحد بيخلق، بس يخلق الانسان بيشوف رجال واحد بحياته حقيقي ببيته هو بيو. هي ابشع كلمه بصير واحد يتعرض لها. بعدين بصير بيتلافى اخطاء اللي وقع فيها الشخص اللي راح. يعني انا بيي ما اهتم بصحته، هلا صرت خلص بهتم بصحتك انا أكثر. سوبر بهتم بصحتي. بصير بنخاف على بعض زياده عن اللزوم، نقرا بس انا ليك من ناحيه الصحه نضفت كثير يعني. الموضوع بعد وفاة صرت كثير خاف حتى علي وعلى اللي حوالي. فبعمل رياضه مبين اليوم الرياضة لا ما بكبر، انتبه ما بكبر. بس لا انا لا بضلني بس هيدا خليني اليوم بعتقد نحن بهذه اللحظات اللي هي لحظات حلوه، وانت اهديت هذا الالبوم لروح الولد لكل الفانز وكل المعجبين. أكيد. كمان على السوشيال ميديا على طول عندك تفاعل مع الناس، واللي لفتنا اكثر شيء كمان مؤخرا حطيت فيديو لسلطان طرب جورج وسوف مع زياد الرحباني، وكتبت هيك كابشن كثير حلوه، بس يكون التاريخ عم ينكتب قدام عيوننا. مزبوط. ما هو انا شفتها هي اكثر كلمه منطقيه، لانه فعليا بعد خلينا نقول 25 سنه راح يقولوا الاستاذ جورج وسوف الاستاذ زياد الرحباني قعدوا هيدا فيديو بيناتهم. هول اعمده من اعمده التاريخ، عواميد من اعمده التاريخ، فاكيد عم ينكتب قدامنا. بس تنبسط انت لما بتشوف اكيد. هيك لحظة. انا محب للشخصين. محب يعني كمان ليش لا ما يكون في تعامل مثلا مع زياد الرحباني؟ لي الشرف. هذا بيكون واحد رفعته حطيت له نجمه على كتافه زايده. انا لي الشرف اكيد. ان شاء الله يوما ما هيك يكون عندنا هيدا الميزه انه ناخذ شيء من الاستاذ زياد الرحمن. هذا فعلا كبير يعني. وبالبقلك صراحه، تسلم. لانه كمان انت اليوم بعتقد حتى الكبار اللي اليوم عم بيعاصروا هذا الجيل لينشروا كمان فنهم حلو، ينشروه بشخص هالقد واصل وهالقد عنده جمهور كبير حول العالم. ان شاء الله. نصيف الهيبه، لانه الهيبه تصوير والكل. في غنية جديدة ولا في كوبليه؟ يا خيي ما بدي اللي غنية في كوبليه منضاف. ما صرت احس حالي سئيل كل مرة حدا يسألني وما جاوبه. ما هو يا خي ينطروا، ما هو فيها شهر الا ايه نشوف. ما بعرف خير رمضان على ابواب العالم عم بتمول من هلا ما تعرف حالها. انا بقول لهم ينطروا ان شاء الله خير دائما ان شاء الله. معقول الغنية قد ايه عملت؟ كنت متوقع لها هالقد؟ مجبور مع انه ما يوم واحد بيربح ورقة لوتو هيك سبحان الله. هسه هيك؟ ايه انا بالنسبة لي اكيد، لانه الاغنية صنعت قدامي، بس انه فعليا ظروفها كانت هيك مفاجئة. انه كيف اجوا صناع العمل بدنا اياك تغني اغنية. قلت لهم انا وقتها انا حسب اذا حبيت. قالوا لي لا ما في انت اعملها. عملناها مع فضل سليمان وعلي المولى وجيمي حداد هيك. كيف صار العمل سبحان الله. فعلا حتى الكلمات اللي فيها بتمسك الانسان يعني. بكل غنية كنت عم بتقدمها ما في انسان ما في حس الا مفصله له، وفي يستخدمها لحبيبته، في ياخذها بالحياه. يعني اكثر ناس عرفوا الصح اللي عملوا غلط، وهذا الشيء المضبوط. برد لنا كثير امور ساهمت انه نتخطى شوي الماضي وعذابات الماضي. من اسبوع الفنانه اصاله نصري كمان حطت هيك فيديو لها عم تسمع لك بدي اياها، وعم تقول مجنون اكيد مجنون. قد ايه من الكبار اليوم الفنانين مش بس اصاله، غيرهم وغيرات كمان عم بيطلعوا بمقابلاتهم بيذكروا نصيف وبيحطوا بوستات لنصيف. قد ايه هذا الشيء شو حسسك؟ بنبسط اكيد. بس اي فنان بغض النظر مين ما كان أستاذ، وإن شاء الله هيك نكون نحصل على مرتبة الشرف يصير زميل. لأنه أنا دائما بقول
في كثير اساتذه سبقونا بحترمهم، ان شاء الله يا رب هيك ضل دائما احصل على هالمحبه. بالعكس بس يكونوا دائما الاشخاص اللي بيشتغلوا بنفس المهنه تبعك ويحبوا شو عم بتقدم، هذا حلم حلو كثير حلو. يعني وبلس عم نشوف اليوم عم بتنافس كبار النجوم، وكنت من اوائل النجوم اللي بعمرك بينالوا نجم الغناء العربي وافضل فنان عربي. بيبقوا بيقعدوا 10 سنين وبيتشارعوا اللجنه. نشكر رب، الله عم بيوفقني وعم بيعطيني اكثر من مستاهل. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بهيدا الالبوم عينك على كم جايزه؟ شو الجايزه الكبرى اللي بتحس انه عبالي هيدي الجايزه بتعطيني حقي، توفيني حقي؟ اول شيء انه العالم تحبهم بغض النظر عن الجوائز والمسميات الجائزه، انه المهم انه العالم تحب، العالم تستحسن، يصيروا الاغاني يترددوا. وما بدنا ما بدي موضوع انه هيك انه لا اقدر اسمعه، لا الشمس بس تشرق مبينه، الاغاني بس يكمشوا مع العالم بتبين، ما عادش في خلاف عليها. انا هذا بالنسبه لي اكبر جائزه. ان شاء الله يا رب هيك يعملوا زخم مع العالم، يحبون العالم، يستقبلون. واضح. شو بعدين بيجي من المكرمين؟ 60,000 فيوز لهلا، الحمد لله. يعني بعدنا صرنا على نص ساعة تقريبا، يعني نص ساعة ودقيقة على 60,000. يعني قبل الساعة بعتقد حنصير فوق 100,000 ان شاء الله يا رب. وهذا رقم كثير كبير اليوم عم نشوفه. هذا شيء، هيدا الفرحة. نشكر هيدي بدها زقفة صراحة، لأنه لايف على الهواء عم نشوف الأرقام بتزايد. هيدا النجاح، هيدا النجاح. عم تتعب، وبعرف من فريق العمل يعني بيقولوا على طول قديش عم تشتغل هيك بمثابرة ودقيق. وبخلال هيدا العمل هالسنتين، بعدنا عن الظروف على الأمور الخاصة، خلينا نحكي فن شوي. كان ينعرض عليك أغاني تقول مش وقتها، أو أغاني تتجنبها، أو قد ايه أخذتك هيك وقت لتغربل هالأغاني كلياتها؟ تعبت فيهم ولا دغري توفقت؟ لا ضلينا عم لك عم ننقي تقريبا سنتين. انا فعليا لشهر 3 لا لشهر 3 هلا نحن 3 لشهر اخر واحد خلصت تسجيل الأغاني، اخر غنية، يعني عم نشتغل لهالايام يعني. ف صعب، هو اصعب مرحله انه تنقي. بعدين انا مرحله الاستوديو انا بحسها ثقيله بالنسبه لانه ايام بدها مود. عدت كثير اغاني تسجيلها، رجعت بحب حالي ما بحب حالي، هول القصص التفصيليه بالعمل. بس فعليا اصعب شيء انا بالنسبه لي انه تنقي اغاني بالعمل. هذا صعب كثير، تسمع كثير واللي اصعب من هيك انه انت تكون وحده مش منقيه ترجع تنزل على السوق وانت تكون تشوفها هيك لا والله ضربت هيك لازم هي كلنا بنحسها بتخيل انا. بس انه اذا كانت ضمن المود تبعي، ايام في اغاني انا مش ستيلي. صارت هيدي الخبريه انه في غنية سمعتها قلت كنا عرضت عليك انه اي ضربت انه لا يخلو الامر. بس انه منا ستيلي، منا مش اللي انا بدي اطرحه للعالم. فبس بخاف يعني هلا كمان مستنظر. طب مين هن الاشخاص اللي حواليك اللي بتسمع يعني عن جد فعلا بتتقصد تقول لك اسمع الغنية وتعرف انه حيعطيك رايه بكل تجرد؟ لا على كل اللي عم بشتغل معهم، كل العاملين بميوزك از ماي لايف بيتدخلوا باختياراتك؟ لكن بيقولوا حلو ما حلو، بالاخير ما قصه انت تتدخل. هو ما في شيء بالحياه بيجي فرض، نحن ما عم نشتغل لنفرض على بعض. بالاخير هن بيعرفوا معادله انه الفنان اذا ما حب الغنية ممكن يقدم مش رح يغنيها ومش رح يوصلها. انا بالاخير مش قبول القرار عندي، لا بس بدي احبها الغنية. بس بفضل دائما سمع اشخاص ما لهم علاقه بالموسيقى، يعني ناس عاديين. تفرق على فكره، برافو عليك. شو رايك؟ حبيت ما حبيت؟ وهول العالم بالنسبه لي انه ما بكذب عليك، حبه ما حبه بس اسمع لي. وصغار بالعمر كثير بركز انه يسمع شيء من الصغير اللي ما بيعرفك مين اصلا بيكون لدرجه انه حلوه ولا ما حلوه. انبسطت ما انبسطت. بربك شو عملت بالصغار؟ بتذكر يعني انا بنت خيي بدبي يعني انه ما بتحكي عربي، بس بربك بتقولها هيك بربك. بالنسبه لها اتس لايك هيدي الغنيه العالميه يعني. فهيك يعني خلطه بتجي خلطه. كيف بسمنا الغنية يعني بغض النظر شوي هيك بعيدنا عن الاستوديو، وقت بترجع على البيت حنشوف فيديو كثير مع اوليف اخذ ضجه كثير كبيره. اوليف قصه كبيره. شو مين اوليف؟ اول شيء حاولوا يجيبوه على الاستوديو، لو سمحتوا انا ما اوليف هو
حسين طفل المدلل هلا اللي عايش معي. و شو بدي لك اكثر من هيك؟ هلا انا بحب الحيوانات. هلا اوليف معك على امل يكبر هالبيت بعد ونجيب له عروس لاوليف. ما بيمشي الحال. شو عملت عليه؟ ما بتزبط تكبر العائله شوي اكثر؟ ما بيستقر هلا. لا هو هيك عمنطجي ما بده. تربية مين؟ لا عايش معي هلا انا وخيي انس، وانا بحب الحيوانات. موضوع الحيوانات نحن عندنا ربينا بالبيت. الله يرحمه البابا والماما حتى علمونا نحبهم يعني. وهن هيك بيحبوا، فطلعنا هيك عائله كلنا بنحب بتحب روح بالاخير عايش معي. روح بدل على عاطفه وعلى يعني على محبه كبيره. يعني عن جد انا بهنيك شخصيا. تسلم. انا ضد مش بكرههم يعني انه الله يطول بعمره للحياه، بس انا ما بقدر اتحمل. ما حسب شو الواحد، هي بالاخير كيف بيتقبل القصص. انا ما بشوف هلا البيت عندي بلا عنده حس. شو في حنيه زياده بيعطيك اياها. ايه اكيد ما هو شيء صغير وبيكبر عم بيكبر قدامي يعني. شو بدي اعمل اطروحه على الحيوانات بقى؟ انا بحب الحيوانات خي، بس اكثر من هيك لك ليش؟ لانه ورا مغرومين فيه ده اوليف. على راسي. ومغرومين فيك كمان الصبايا هون باغاني كلياتهم. كرمال الله بعد الرقم كمان بتزايد قد ايه؟ قد ايه صرنا 70,000. زدنا كمان على 70,000 فيوز. ده كل مين عم بيسمعنا على الليريك فيديو لكرمال الله. اولى اغنيه نصيف زيتون لالبومه الجديد. حكيت عن عيد الامهات، هيك بصوتك شو بتعيدها لوالدتك اليوم؟ لكل ام عم تسمعنا عندك اغنيه عن جميله على العين وعلى الراس، طاهر ادمها بينباس، تبكي كل عيون الناس، اوعى تنزل دمعتها، امي ما بعتلها هم ولا بكسر كلمتها، يا ويل اللي ما عنده ام وحده بيعرف قيمتها. جميلة على العين وعلى الراس، طاهر أدمها بينباس، تبكي كل عيون الناس، اوعى تنزل دمعتها، اوعى تنزل دمعتها. الله. هيدي معايدة من نصيف إلى كل الأمهات اللي عم بيسمعونا، أو حتى هلأ كمان بتروح فايرل. لأمي لوالدتك أول شيء، لوالدة طول بعمرك وخليكي وخلي كل أمهات العالم. ريتشا شو بدك بعد؟ اللي بدك يغني كرمال الله شوي منا. يلا هي غنيته، بعرف غنيته. التيم تبعه مثل الجيش من ورا. هي غنيته ما أنت هي. نصيف بدنا هيك نسمع بعد شوي من هيك كرمال الله. الليريك فيديو صار موجود على اليوتيوب تشانل وعم بيزيد الرقم، وحنحكي عن الارقام. هيك كيف هلا بدنا ندنا شوي هلا نقطة صغيرة. طف وين صرتوا هون؟ وين صرتوا؟ خفف له اياها. كرمال الله اتكلي علي وإياكي تبكي، طف بضوي نور الدنيا ما حدا يحكي، يا حياتي طب قلبك قوي وما تخافي انا في تقوي، يلي بيحكي حرف عليك وحياتك بمحي. الله. هيدي كمان اول مرة عم بغنيها هيك. نصيف بدي اقول لك عن جد بننبسط كثير بوجودك معنا. وانا كمان بنحسك فرد من العائله على راس وما بنحب الا نشوفك مبسوط وسعيد بنجاحك وتحقق بعد المزيد من النجاحات، لانه فعلا النجاح حليفك وبيلبق لك. الحمد لله. عم تشتغل بضمير وبمحبه وباحترام للجمهور، واحلى شيء بالفنان لما يكون هيك في عنده هيدا الجنون الفني لإله، وعارف كيف يخلي اجريه على الارض ويطير بالفن مع الجمهور. تسلم. انا بتشكرك. خلصنا؟ بدك بقى انا في كثير اسئله، بس انا اليوم على بالي احتفل بكرمال الله. خلصنا يعني. شو بدكم انا في بدكم نكفي لل 100,000. انا في كفي بس ما تزعجني. طيب حكفي شوي اسئله. على شو فيلا مزبوط يعني.
عن شو بتحب اليوم من بعد ما تصدر اول اغنيه؟ لا هيك ما حسيت الدفي تحتي والله انه مبسوط انا. انتم متضايقين بدكم تسكروا؟ انا مرتاح، انا نصيف معي، انا مرتاح. تعبتوا خليكم فيكم ترتاحين، مرتاحين نحن. نصيف هلا اليوم من بعد ما تفلق من الاستوديو اول شيء شو حتروح تعمل؟ حضركم على البيت؟ بدي احكي الوالده اسالها شو كنت سئيل كنت منيح. هلا ما بترد عليك على الهواء. طول ما انا على الهواء ما بترد علي. هيك وبدي شيك على موضوع الغنيه شو واحد يلحق شغله بالاخير. هلا شوف الاصداء كنت سئيل وما كنت سئيل، ضلني بخاف انه هي يشوفوني سئيل. ليش بيشوفوك هيك؟ يحرق اخت القصه يا زلمه، ما في اجماع. دائما بقول لك سئيل كمخ، ما حبيته بحبه ما بحبه. هول دائما بشوف هيك وين بتقرا النيجاتيف وين رايحين اكثر. ما بتعمل لهم بتشوفهم يعني بتشوف النيجاتيف؟ بشوف كل شيء اكيد. ما بعمل بلوك لشيء، ما بعمل ديليت لشيء حتى لو قبل ما كان. لا اخي حر، ما هيدا البلاتفورم مش لإلي، هيدا للعالم ليكونوا حرين. خيي انت حر، احكي اللي بدك اياه، مثل عن يعني ورجي شو انت، شو من اي بيت جاي، من اي خلفيه جاي. تورجي يعني كل واحد، هي مرايه تبعنا صرت تشوفها السوشيال ميديا، بتبين حقيقه الاشخاص فبتركوا حقيقته. بس بتاثر عليك يعني ممكن انا الفنان لا بس بشوف كمان اذا في اغلبيه ساقه بالاراء انه اكيد بدك تصير تصلح من نفسك وتعدل من حالك. أكيد. عملتها هيدي مؤخرا بشيء؟ قطع شيء بتخيل بسمع قصص سئيله ايام واحد بشوفها سئيله هيك بقول شو سئيل، بس انه لنشوف اذا بنحسن ما بنحسن تقطع. ما في لهلا اجماع بس انه قبل لا هلا المهم انه في هال 100 مليون والملايين اللي عم بيتابعوا فقنا 70,000 بظرف اقل من ساعه على الاغنيه اللي بعدهم عم بيسمعوها على كل هيدا. بس عم نحكي على يوتيوب. حطوا خشب شي محل زي صار ساعه بدقدق على الخشب. سيدي بقول لك كله خشب. خليك سامي من هون هيدي خشبه اساسيه. خلص دان دقوا على الخشب يا شباب. نصيف بعد في عندي شو عم بقول لك؟ صرنا على قد ايه؟ 75 80 مليون عم لكم زايدين. انا ماني سبحان الله اللي بيكون من بعيد وشايف غير لما انتم بتكونوا شاغلين، لانه انتم يمكن صار لكم سنتين قاعدين ناطرين. يمكن نحن ريلاكس لانه متوقعين وعارفين وعم نحكي بصدق وما منبالغ حتى ما نحسسكم والله عم يبالغوا لانه انتم هون. عادي خلي عادي الحياه عادي. لا وحياتك عادي. شوف صارت نصيف قبل ما تصدر البومك تابعت شويه اصدارات شفت هيك شو اللي لفتك اكثر شيء؟ هلا في كثير اعمال مثل يا اخي اغاني هيك على قد براسك ما حدا حيزعل انه حقه الواحد. ليش على طول بنخاف انه حدا يزعل؟ انا ما حدا بيزعل وما حدا انه اللي علق عندك شيء هيك علق عندك من الاغاني اللي تم اصدارها مؤخرا. هيك انا ذوقي يعني انا عم بحكي دائما عن ذوقي. ما طبعا كانوا في عجقه كثير ضجنا شوي هيك. انا من المعجبين بالاستاذ وائل كفوري. حبيت اغنيه ولاد الحرام. بحب شو عم بيقدم صراحه. ليك يمكن بسمع كثير لغط بالنسبه للاستاذ وائل، بس انا بحب فيه انه مصر انه دائما يورجي شخصيته بالاغاني. حلو. عنده مود معين، كاركتر خاص فيه للموسيقى. بحب شو بيقدم طبعا. ونحن حابين نحتفل معك مش بس بالالبوم، حابين نحتفل معك مباشرة على نجاح اليوم اللي عم نشوفه. تفضلوا فوتوا. كيفك انت والحلو؟ منيح. هلا دايت وهيك. هيدي لنصيف زيتون سبيشل من اغاني وصلنا تقريبا على 80,000 بظرف اول نص ساعة. شكرا. هيدا نصيف زيتون النجم الرائع. وهيدا الكيك الرائع كمان لنصيف. بدي اقول لك انا بيطلع صوتين هون. بدي اقول ثانك يو سو ماتش لهالكيك الرائع كيكس اند كوكيز اللي صمموه خاصه بهالصور الحلوه لك. على راسي. شكرا نصيف. على قد ما قال لك النجاح بيربق لك، تفضل رجع اذا بدك لك هذا الكيك. اذا خلص خليه يلا قرب. بدي اقول لك هيدي النجوم. اوكي. هيدي عصا سحريه. لا شوف هي بتتاكل كمان. عبال اذا عندك هيدي العصا السحريه شو بدك تعمل هلا هيك شيء يتحقق؟ امنيه او اكثر من امنيه. انا امنيتي الوحيده هلا انه يكون اكبر اكثر واكثر بشغلي. هذا من ناحيه العمل.
بس انه دائما امنيتي دائما يعطي لي صحه لكل افراد عائلتي ولكل العالم اللي بحبهم، بس انه انا بدي يكون شوي نقول اناني، يعطيني الصحه دائما لكل افراد عائلتي، لكل أفراد انا طول ما هن بخير انا بخير وانا بقدر اعطي اكثر واكثر. نصيف، قلت شغله كثير حلوه عن وائل كفوري انه الفنان مصر يفرج حقيقته باغانيه، انت اليوم بالبومك هيدا قد ايه بيحكي عن نصيف هيدا الالبوم؟ كثير بيشبهني هذا الالبوم 100% نصيف زيتون، 100% انا 100% احساسي وشو كنت حاسس. حتى في كثير اغاني انتبه انا بنقيهم على شو المود تبعي كان بفترتها، شو كنت حاسس بفترتها، شو كنت ما عندي هذا الموضوع انه هيدا اللي بيعرف ينقي غنية، لا انا بقول انا بعرف حس شو بدي اغني، شو بحس بغني. واللهجات كان في تنويع شيء باللهجات؟ ايه كان في لاول مرة، هلا مو كان رح يصير في اول مرة، كان لانه سجل هلا اول مرة بالمصري واول مرة بالخليجي. اول مرة بالمصري واول مرة بالخليجي. المود في دراما، في ميوزك بيت؟ لا المصري مهضوم مود حلو غزل، والخليجي كمان هيك غنية حلوة بترقص بس كلامها عكس موسيقتها، فانا اشوف شلون هيك حلو الكومبينيشن. وباقي باللهجه البيضاء اللي هي ايه بيضاء بس طابع غزل عتب، غزل عتب، في غزل وعتب، غزل وعتب. هيدا يعني العتب فينا نقول هو جزء من اللي عم بحسه نصيف، والغزل من اللي عم بحسه نصيف، واللي بيحبوا نصيف يعني هون كلهم هون وكلهم بقلبك نصيف، وانت بقلبنا جميعا. بدي اول شيء اقول ثانك يو سو ماتش لكل فريق العمل. اكيد. قد ايه صار الرقم بعد؟ صرنا على 90,000 على ما اعتقد، قربنا لل 90,000. بعدنا باقل من ساعة عم نحكي على أولى أغنيات الألبوم كرمال الله. كرمال الله خليك هيك، خليك تسلم. هيك تسلم. عفوي تسلم. ومحب ومجنون بالاستوديو، وعذبهم قد ما بدك وطلع هيك نتيجة رائعة على طول، لأنه جمهور بحبك. مش سهل الواحد يسرق. بدي أتشكرك اللي عم يسمعونا وعم يشوفونا، كل العاملين هون، كل الأشخاص اللي اشتغلوا معي بميوزك از ماي لايف، أنا بدي أتشكرهم من قلبي. أرجع بشدد لأنه عن جد اليوم يمكن كلنا عم نعمل، أنا عم بعمل ريس لغنيتي، بس هي كمان بالنسبة لهم شغلهم وتعبهم على مدى فترة طويلة. طبعا على راسهم الأستاذ غسان شرتوني وحبيب قلبي بوب كبول ووسام شرتوني، أنا بتشكرهم من قلبي، وكل العاملين بميوزك از ماي لايف، أنتم مفضلين على راسي. بدي أتشكركم أنتم أغاني دايما وشكم خير، وكل ما أطلع معك محمد هيك بتعطيني طاقة حلوة. كل العاملين بأغاني فراس حليمة هاي باي داي وشك. ثانك يو على الكيك، إن شاء الله يا رب العالم تحب كل شيء رح أقدمه. انطروا هيك بالأيام المقبلة في بده ينزل الباقي، و I love you all. thank you. ونحن بنحبك كثير يا نصيف. هيدي كانت بس لتتذكروا شغله، تذكروني من هون مع اغاني وفريق العمل، كارول، سامر، فراس، جيسيكا، اميره، بيرلا. تذكروا انه هيدا الاحتفال نحن لانه عنا ايمان انه هيدا الالبوم رح بيكون نقله نوعيه، ورجعوا استعملوه هذا الفيديو امتى ما بدكم بالاشهر المقبله، لانه الالبوم فعلا اشتغل عليه بكل ضمير وبكل احساس، وكل مين سمعه وعجب فيه، وان شاء الله تكون عجبتكم هذه الاغنيه. انا عاد على كل الامهات بخير، وعلى ماما حبيبتي، خليكم جميعا. نحن رح نروح لفاصل ومن بعده بنتابع حلقتنا. نصيف زيتون كان معنا، الف مبروك ابو الياس، ويعطيك الصحه وضلك هيك مضوى بالعالم العربي. بريك.